السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي قناة السياقة. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نتكلموا على السيارة الذكية اللي غادي تولي في الامتحان التطبيقي لنيل رخصة السياقة في المغرب. أي واحد بغى يدوز البيرمي، هذه هي السيارة فاش غادي يجتاز الامتحان التطبيقي لنيل رخصة السياقة صنف باء بي، يعني البيرمي ديال الطوموبيل كيف ما كنقولوا. بالنسبة للسيارة هي هذه هي السيارة اللي قادو او اللي صنعوا باش المغاربه غادي نوليو يدوزو البيرمي، يعني امتحان تطبيقي. نتكلموا على هاد السياره هادي، نشوفوا بعدا بعض الصور ديالها وبعض المقاطع ديال الفيديو، ونشرحوا ان شاء الله تعالى. بسم الله. كيف ما قلنا الصوره ديال السياره راه هي هذه، يعني هاد الصوره هادي راه في المغرب ماشي في شي دوله اخرى ولا شي حاجه، يعني راه الصوره في المغرب. وبالنسبه لهاد السياره هادي راه بوجو دورسونويت، يعني ممكن يديروا سيارات اخرى مثلا ستروين ولا فورد ولا مازال ما عرفناش. هنا اللقاء اللي كان يعني باش كيشرحوا كيفاش كيدوز الامتحان في هاد السياره. يعني بالنسبه لهذا راه كراج، والكراج هنا كيف ما كنشوفوا كاينين واحد البوطوات. شوهم هاد البوطوات هما راه ذكيين، يعني كيفاش غادي نشرح لكم، يعني فيهم رادارات او فيهم حساسات. اي شخص داخل الكراج مثلا ودار شي فويت، قاس الخاط، قاس شي بوطو، راه كديكلارا عند السيد اللي كيقابل الامتحان. فاش كديكلارا عنده في واحد الطابليت اللي هي هذه. هاد الطابليت هذه اي واحد باغي يدوز كتكون الصوره ديالو، الاسم ديالو، بحال شكل ديال الامتحان النظري. يعني السيد فاش كيمشي للبوست اللي باغي يدوز فيه امتحان كيلقى الصوره ديالو، الاسم ديالو، الرقم ديال لاكارت ديالو، والصنف ديال رخصه السياق اللي باغي يدوز. نفس الشيء هاد الطابليت هادي فيها المعلومات كامله ديال السيد اللي غيدوز الامتحان. الاسم ديالو كيف ما كنشوفوا هنا ايوب كذا كذا، الرقم ديال لاكارت ديالو، الصنف اللي غادي يدوز. حنا ما عليناش. الشخص فاش كيطلع للسياره راه كيدوز المراحل كامله، يعني الطلعه، ملي كيدوز الطلعه مزيان كيدوز ليطاب او المرحله الثانيه مثلا ستاسيونمون كمثال. من بعد ستاسيونمون كيمشي مثلا للمشاريع، يعني كيدوز مرحله بمرحله، وما يمكنش ينقز مثلا من كمثال مثلا من الطلعه للدوره الشرفيه، لا يمكن. يعني خاصو يدوز مرحله بمرحله. هنا راه بحال الشكل ديال شي لعبه، يعني كيدوز ستاج بستاج، ما يمكنش ينقز من هاد ستاج لهاد ستاج حتى يجتاز هذا. يعني كيدوز مرحله بمرحله. كيف ما قلنا الطلعه مثلا هي الاولى كمثال، طلعه مثلا ستاسيونمو هو الثاني، المشاريان هو الثالث، الكراج هو الرابع، والدوره الشرفيه هي الخامسه. مفهوم؟ واي خطا كيديروا راه كديكلارا عند السيد اللي كيقابل الامتحان، عند الانجينور كيف ما كنقولوا. كلشي كيطلع عنده هنا في هاد الطابليت. يعني الطابليت هذه عندها علاقه باش بالسياره، زائد الكاميرات اللي كيكونوا في الطوموبيل وكذا، واش الشخص كيشوف في المرايات ولا ما كيشوفش. مفهوم؟ سكت الطوموبيل، نسافر انا مال، ما دارش السينيال، هادشي كله كيديكلارا. يعني الطوموبيل كتأهلك انك تاخذ البيرمي ولا ما تاخذوش. يعني السيد اللي كيقابل الامتحان شاد غير الطابليت وكيشوف، والمسؤوليه كتبقى على الطوموبيل. يعني الطوموبيل هي اللي كتأهلك انك تشد البيرمي ولا ما تشدوش. يعني كيف ما كنقولوا اللي معلم مزيان راه هو اللي غادي يدي البيرمي. نشوفوا بعض الصور. الطوموبيل راه هي هذه. هنا قلنا الكراج راه هو هذا، حتى هو مثلا ستاسيون موت هو راه غادي يكونوا فيه بحال ما البوطوات هادو، يعني قصي شي بوطو ولا شي حاجه كلشي كيديكلارا. انا قلنا الطابلت. نشوفوا بعض مقاطع الفيديو اللي كيتكلموا على هاد السياره، ولا اللقاء اللي كان اللي كيشرح هاد السياره. بحال دابا الكراج راه هو هذا. هنا هذا هو الكراج. بحال دابا هاد البوطوات قلنا اش فيهم، فيهم رادارات. اي السيد قاس شي بوطو صافي كديكلارا اوتوماتيك. بحال في الامتحان انت ملي كضرب شي حديده ولا كتقص حديده، كيجي السيد اللي مقابل الامتحان كيقول لك هاود في حالاتك واحد 15 يوم. نفس الشيء. نشوفوا مقطع فيديو ثاني. دابا اول حاجه نديروا الملاحظه الصوت باش الاوليه هما نسمعوا. قصارين. نتمنى ان الصوت يكون كيتسمع معنا، ما كنسمع والو.
بغيتكم نتوما اللي تسمعوا هادشي. انا هادشي شفتو زعما، فهمتي. نديرو مقطع اخر. هنا كتبان لي بلي ان راه عنده الحق انه يدوز ليطاب الثالثه. بون خصو يدير مارش اريير ويدير ستاسيونمون باراليل ويدير دوميتور، هادو كاملين. ولكن هانتوما انا راه الصحافه واقفين حتى هما كيصوروا. عنده الحق يصلح مره واحده، مره واحده المشكل. داكور. دونك هنا كتبان لي بلي ان راه عنده الحق انه يدوز ليطاب الثالثه. بون خصو يدير مارش اريير ويدير ستاسيونمون باراليل ويدير دوميتور، هادو كاملين. ولكن هانتوما نديرو مقطع اخر. التصويره ديالو. دونك دابا تيكتاسيون يعني بشكل عشوائي يعني الياتوار. الطوموبيل راه هي هادي. كل واحد يعني بالصوره ديالو، ومن بعد ملي كيمشي تما الصوره ديالو تكون مطابقه. بحال دابا هنا المرحله ديال الرجوع للخلف. عاد باش كندوزو المراحل. واش السير كيرجع مزيان ولا لا، واش كيدوز الفيتاس مزيان. يعني هادشي كله كيتماركا او كيتسجل. ليكزاميناتور باش يشوف شنو واقع، علاش السيد اللي دخل ماشي هو داك السيد. داكور. دونك ممكن دابا نديرو هاد العمليه. شوفوا مقطع اخر. وغيكونوا حلبات، يعني غتكون واحد الحلبة بحال دابا حاليا. نتكلموا على واحد المسألة. دابا حاليا كل مدينة كتكون واحد البلاصة، مثلا تجزئة هي فين كيدوز الامتحان. تجزئة مطراسينا مثلا صحاب سيارة التعليم، ولا مطراسية الوزارة، يعني كيدوزوا فيها. ولكن من هنا لقدام بحال دابا راه كاينين حلبات، كاينة في الدار البيضاء تقريبا، كاينة في فاس، كاينة في مكناس، كاينة في الداخلة تقريبا على ما أظن. يعني غتبقى غادي وكتعمم في المغرب كامل. يعني غتكون حلبة مجهزة. وهاد الحلبة هادي ما تدخل ليها غير نهار الامتحان، يعني كتعلم على برا. يعني من المدرسة كيعلمك على برا، ونهار الامتحان اللي كتدخل للحلبة وكيوريك هذاك الشيء كيوريك كيفاش غدوز الامتحان غير بالعين. يعني ماشي غتريني تماك ولا شي حاجة، لا، يعني كيوريك غير بالعين. امني غادي تدوز، امني غتدخل، امني غتخرج، امني غادي تدوز. مفهوم؟ هذه راه بلاصه طلعه، هذه كذا، هذه كذا. ماشي بحال دابا حاليا المدن كامله البلاصه فين كيدوز الامتحان كيترينوا فيها الناس عادي، كيمشيو يتعلموا فيها عادي. ولكن ملي غادي يوليو حلبات، يعني الحلبه ما تدخل لها غير نهار الامتحان فقط، والسيد اللي كدوز عنده كيوريك المراحل. وهذا الشيء لا كان معك من المدرسه مثلا، على ولات سياره ذكيه، وسميتو هي غادي تكون السياره الذكيه، ماشي ما غاديش تكون. مفهوم؟ يعني ملي غتولي غالبا بحال الشكل ديال الكود. بحال دابا الكود من المدرسه ما كيمشيش معاك مثلا للمصلحه فين كدوز الامتحان ديال الكود، يعني الامتحان النظري كتمشي بوحدك. يعني غالبا ملي غتولي هاد السياره الذكيه غتمشي بوحدك تدوز. يعني من المدرسه كيعلمك يعني في واحد المنطقه ديال التعلام، والامتحان غتمشي دوزو بوحدك تقريبا، يعني ماشي مأكد 100%. وفي اخر الفيديو غادي نقولوا انت غيطبق هادشي هذا. نشوفوا فيديو اخر. ما نطولش عليكم هادشي هذا. شوفوا شي فيديو اخر اللي كان باقي. هذه السيارة هذه من يعني داكشي اللي فيها اللور، فيها نظام كيتصل بالانترنت، يعني عنده علاقة بديك الطابليت وكذا. ديال
مركز التميز ديال البحث العلمي، البحث والابتكار الرقمي على مستوى جامعة محمد السادس متعجب التخصص. وغادي يكون واحد المشكل، هو ماشي مشكل ولكن يعني المهم نشاركوا في هذا. شنو هو هذا المشكل؟ مثلا بحال دابا هاد السياره هذه نديروا مثلا ان السيارات الذكيه اللي ولاو مثلا في المغرب كامل، يعني داو الامتحان من نوع بيجو مثلا دو السونويت بحال ما هذا. واحد الشخص مثلا معلم مثلا في فور هذا هو مثال، ولا معلم في سطروين ولا في داسيا، يعني ملي غادي يمشي الامتحان غادي يلقى مشكل. يعني خاص صحاب السيارة التعليم مثلا يديروا كلهم يديروا مثلا نفس السياره الذكيه اللي كاينه في الامتحان، باش السيد ملي يمشي يدوز الامتحان ما يلقاش مشكل، يعني ما يلقاش واحد الفرق. مفهوم؟ هادشي اللي كاين هو هذا. وبالنسبه لهذا القانون هذا، بالنسبه لهذا القانون ديال السيارات الذكيه راه كيقولوا ابتداء من شهر 3 ديال هذا العام هذا. يعني الاخبار اللي كاينه ان هاد السيارات الذكيه غتكون ابتداء من شهر 3، يعني غيبداو بالمدن الكبرى هما الاولين، مثلا الرباط، وانت غادي وداك الشيء غيتم غادي وكيتعمم. يعني البلايص المدن اللي عندهم حلبات بحال دابا مثلا الرباط، ما عرفتش واش فيها حلبه ولا ما فيهاش. مكناس راه فيها حلبه تقريبا، الا كنت غلط شي واحد يكتب لي كومونتير انني غلط في هذه المساله هذه. فاس فيها حلبه بحال دابا السياره هذه من الداخل ديالها تما كاين طابليت كيكونوا فيه المعلومات ديال السيد. ما عليناش، قلنا بالنسبه لهذا القانون غيطبق قلنا ابتداء الاخبار اللي كاينه، يعني ماشي 100%، ولكن الاخبار اللي كاينه كتقول انه ابتداء من شهر 3 غيطبق هذا القانون هذا. زائد بنك الاسئله، يعني الاسئله راه غادي يتغيروا 100%. غير الوقيته العلم لله، دابا حاليا كاين 600 سؤال، يعني التغيير اللي غادي يكون غتولي 1000 سؤال، وغادي يوليو حتى المخالفات حتى هما غادي يدخلوا. ولا دخلوا المخالفات راه ما هي وما لونوها، يعني المخالفات راه فيهم بزاف. بحال دابا كاين التسريب ديال البي دي اف، ف يعني بي دي اف راه موجود عند كلشي دابا. يعني الامتحان دابا حاليا غير اللي ما باغاش ينجح في البيرمي، حاليا غير اللي ما باغاش ينجح، يعني باين الامتحان. يعني ملي غيكون التغيير ديال الاسئله يعني ما يدي البيرمي غير السبع، يعني اللي فاهم القواعد واللي عارف القانون وفاهم قانون السير هو اللي غادي يدي البيرمي. يعني اللي شاد البيرمي ما يشدو على السبع. هادشي اللي كاين هو هذا. كيف ما قلنا ان هادشي هذا راه كيقولوا ابتداء من شهر 3 ولا تعطل تقريبا شهر 6 ولا شهر 7. هادشي اللي كاين هو هذا. ولا كان شي جديد ولا شي اخبار جديده راه غادي نفيدكم بها. كيف ما قلنا التغيير الاسئله اللي غادي يكون هو حاليا كاين 600 سؤال غتولي 1000 سؤال، يعني 1000 سؤال اللي غادي تقرا. زائده السياره الذكيه غتبقى غادي وكتعمم حتى تولي في المغرب كامل. هاد المساله ديال السياره الذكيه راه كاينه في الامارات. غير الامارات ما كيقابلكش مثلا شي ممتحن، لا كطلع الطوموبيل بوحدك والطوموبيل هي الممتحن ديالك، هي اللي غتكلم معاك. مثلا كتقول لك سير للطلعه، هادشي في الامارات. سير للطلعه مثلا، سير دير الرجوع مع الرصيف مع التروطوار، سير دير ستاسيونمون، سير دير الكراج، مفهوم؟ سير دير الدوره الشرفيه. هادشي في الامارات. حنا عندنا دابا لا، كاين فرق. يعني كاين السيد اللي غادي يقابل الامتحان ولا كيشد طابليت وكيبقى يقول لك كذا كذا كذا، يعني هدير وهدير وهدير. هادشي اللي كاين هو هذا. هادشي زوين صراحه الله، هادشي مزيان، يعني من واحد الناحيه راه مزيان. وكنتمنوا للجميع التوفيق، والانسان يتكل على الله، والله يسخر لكل واحد والله يعاون كل واحد. ونسالكم الدعاء، ونتلاقاو ان شاء الله في بث مباشر. اللي عنده اي سؤال ديك الساعه يسول نجاوبوا عليه في بث مباشر، راه كنديروه مره. والله يوفق الجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.